هلا ومرحبا فيكم. اليوم بسوي معاكم صبيبات الخضرة. ناس يسمونها مراصيع، ناس يسمونها صبيبات. هي آخر شيء تصير خبزة، والخبزة تكون خفيفة. أعرض لكم البهارات. عندي هني ماجي المنزلي قفشة، وعندي كركم وفلفل أسود وقفشة كمون، وعندي هني قفشة شكر، طبعا كله وسط وسط، وعندي بهار مشكل، وعندي هني أنا حاطة هذا مو ضروري اللي هو بصل وثوم بالأعشاب كذي، وعندي هني شوية ملح وبابريكا، قفشة زيت زيتون، وعندي هني شوية كزبرة، بصل مفروم، البصل الأخضر مفروم مع فلفل البارد مقطع كذي صغار، وعندي هني شوي كزبرة هم مفرومة. عندي هني الخميرة، وعندي هني بيضة، وعندي هني زيت زيتون والبيكنج بودر. أما الطحين براحتكم، عندي هذا الطحين المعجنات، في عندي طحين متعدد الاستعمالات، ممكن تحطون طحين أسمر وطحين أبيض. الحين حطيت كوبين طحين، حطيت قفشة خميرة، هذه البهارات، طبعا كل البهارات اللي ذكرتها لكم راح نحطها. الحين حطيت المكونات كلهم مع زيت الزيتون قفشتين، وأعجنهم بالبداية شوية حليب، تقريبا ربع كوب حليب. إذا ما تبي تحطون الحليب حطوا قفشة كبيرة حليب بودر، وبعدين كملوا عليها بالماء الدافي. بما أني أنا حاطة كوبين طحين، لأن ما أدري أول شيء قلت كوب ونص، كوب ونص بيضة واحدة، كوبين طحين بيضتين. فهذه المكونات، وحطيت الحليب قدامكم. الحين نعجنها بماء دافي. خلطت المكونات كذي يصير قوامها. خلطتهم ب3 قلاصات، قلاصات كبيرة ماء دافي، كذي يصير قوامها. الحين نغطي عليها ونتركها تقريبا ربع ساعة نص ساعة ترتاح، وعقب نصبها. بعد ما ارتاحت عجينتنا اني نصبها بهذا الشكل، طبعا الحجم اللي انتو تبونه. ندهن الصاجة زيت زيتون او زبدة او اي زيت اللي انتو تحبونه، ونصبها بهالطريقة هذه. ما نقلبها الا لين نشوف هذه الفقاعات تتفتح، وعقب نقلبها. وهذا شكلهم النهائي بعد ما صبيتهم. هذا مراصيع الخضرة.